البيت ده يعني انا عارفاه، البيت ده بيتها، طب حضرتك قاعد فيه ليه؟ وده بعد تطور الوضع ونقل علا غانم للمستشفى في حالة صعبة جدا. كانوا 3، واحد بجلابيه كده راح شايلني وحادفني على الباب. ازاي عرفت تدخل البيت وتطردها بره وانت بتقول ان هي اللي تعدت عليك؟ بتعاني من ارتجاج في المخ ونزيف داخلي في المخ وكسر في الضلع السادس وصباعها مكسور، والنهارده دخلت غرفة العمليات. هو فين دكتور أشرف زكي من كل ده؟ ريهام سعيد طالعه تشهد ان ده بيت علا غانم وانها عارفه البيت ده كويس، وانتقاد الجمهور لاشرف زكي، وده بعد تطور الوضع ونقل علا غانم للمستشفى في حاله صعبه جدا. واول رد من اصاله اثناء حفلتها النهارده على الاجواء السيئه في سوريا، وده بعد الزلزال وانتقاد الناس ليها لاقامتها حفله في الظروف السيئه دي. وخلينا نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان علا غانم بعد ما طلعت مع الاعلامي عمرو اديب وقالت انها تعرضت للضرب، امبارح تم نقلها للمستشفى في حاله صعبه جدا. زي كده ان تم اكتشاف انها بتعاني من ارتجاج في المخ ونزيف داخلي في المخ وكسر في الضلع السادس وصباعها مكسور، والنهارده دخلت غرفه العمليات وتم تركيب مسامير في الصباع، وكمان تم تسريب مقاطع وصور ليها من داخل المستشفى. لكن بقى كمان طلعت الإعلامية ريهام سعيد وقالت إنها عارفة البيت بتاع علا غانم كويس واللي مقيم فيه زوجها دلوقتي، وأقرت إن ده فعلا بيت علا غانم ومن زمان كمان. البيت ده اللي هو المفروض بيتها اللي هي قاعده فيه، هي اتطردت من البيت ده، هي مش موجوده في البيت ده، وهو البيت ده بتاعها، يعني البيت ده تمتلكه الفنانه علا غانم. البيت ده يعني انا عارفاه، البيت ده بيتها، طب حضرتك قاعد فيه ليه اما انتوا مختلفين؟ اللي اترد عليا فيه في الموضوع ده ان هو عمل لنفسه عقد ايجار، وهو مش طبيعي انه يكون مأجر البيت منها. ووجهت سؤال لزوج علا زي كده، ازاي علا هي اللي اتهجمت عليك وهي قاعده في بيتها؟ هل انت اللي جيت لها البيت عشان تتعدى عليك؟ وان ازاي زوجها هو اللي قاعد في البيت دلوقتي برغم ان ده بيت علا غانم؟ ده بيت الفنانه علا غانم، هل من المعقول ان الفنانه علا غانم تعتدي عليك في بيتها؟ ليه؟ هو حضرتك اللي تهجمت عليها؟ اللي بيتقال من الفنانه علا غانم ايوه ان حضرتك تهجمت عليها، معاك بلطجيه وطردتوها. اللي ظاهر في الفيديو ده بيت الفنانه علا غانم، وانت اللي موجود فيه دلوقتي، وهي موجودة في المستشفى واتطردت من البيت. وقالت شوية أسئلة عليها علامات استفهام زي كده، ازاي عرفت تدخل البيت وتطردها بره وانت بتقول ان هي اللي تعدت عليك وهي اللي جابت ناس عشان تضربك؟ وليه اصلا رفع عليك قضية خلع؟ طب حضرتك دخلت البيت ازاي وهي مش عايزاك تدخل؟ وتعدت عليك ليه؟ ورفع خلع ليه؟ رفع خلع ليه؟ اما ممكن لو هي متضايقة تتطلق، رفع خلع ليه؟ لو هي مسموح لها انها تتطلق عادي. من هنا بقى ومن بعد وصول علا غانم للمرحلة الصحية دي، الناس بدأت تسأل وتقول هو فين دكتور أشرف زكي من كل ده؟ وده بما أنه نقيب المهنة التمثيلية، وإزاي سايب فنانة عضو عنده في النقابة بتطلب الاستغاثة وبتتعرض للضرب والإهانة من غير ما ياخد موقف ضد اللي بيحصل لها ده؟ وده زي كده لما نشر هاني عزب وهو صحفي فني ومنتج ومعد برامج، نشر على صفحته بوست بيهاجم فيه دكتور أشرف زكي وقال مستغرب جدا من عدم مساندة نقابة الممثلين لواقعة علا غانم لدرجة انها استغاثت بالمجلس القومي للمرأة. افتكر موقف نقابة الممثلين كان قوي في موضوع منة شلبي واتهامها بتعاطي المخدرات، وكان في دفاع قوي جدا عنها وتوضيح صورتها للرأي العام. ومش بس النقابة متمثلة في دكتور أشرف زكي، دي كمان النقابة أصدرت بيان وظهر النقيب كمان في مداخلات ولقاءات تلفزيونية لتوضيح موقف منة وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة ليها. في موضوع علا لم يصدر أي بيان من النقابة أو توضيح لأي موقف ليها أو مساندتها بالشكل المطلوب، مع العلم إن دكتور أشرف مساند وداعم للكل. بس السؤال هنا إيه الفرق ما بين علا ومنة في دعم النقابة؟ لكن بعدها بساعات نشر بوست تاني وقال فيه أشرف زكي يستجيب لما نشرناه ويزور علا غانم في المستشفى، ووعدها بمساندة نقابة الممثلين وتقديم لها الدعم والمساندة. لكن خلينا احنا نرجع ونقول للأسف نقابة المهن التمثيلية ما تقدرش تتدخل في المشاكل الشخصية، يعني تقريبا كل اللي يقدروا يعملوه هم انهم يسندوا لها محامي من النقابة. لكن اي نقابة في اي مجال ملهاش انها تحل المشاكل الشخصية للأعضاء التابعين ليها. هتيجي تسأل وتقول طب وهي علا ما اكتشفتش كل الإصابات دي إلا بعد 3 أو 4 أيام من وقت المشكلة؟ هقولك ان الصحفي هاني عزب كتب برضه ايه اللي حصل بالظبط، وده بما انه كان متواجد في المستشفى وقال
لم تفكر علا غانم في طلب المساعدة واكتفت باعتبارها كدمات وشروخ إلى جانب حالتها النفسية، وده بعد ما عاشت في ذهول وصدمة نتيجة الاعتداء عليها. ظنت إن ده سبب تشتتها وعدم تركيزها وزيادة عدد ساعات النوم على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إلا إن ارتفاع درجة حرارتها بشكل ملحوظ ودخولها في حالات إغماء هو ما دفع بعرضها على الطبيب الذي كشف عن وجود ارتجاج وكسور أخرى وإخضاعها لجراحة عاجلة. تاني حاجة بقى ريهام سعيد، واللي أقرت وقالت إنها عارفة البيت اللي متصور فيه جوز علا غانم، وعارفة البيت ده كويس، وعارفة إن البيت ده بتاع علا غانم من زمان. المشكلة إن الموضوع خرج من نطاق مشكلة زوجية لمشكلة البيت ده مملوك لمين، يعني بقت خناقة على بيت. أنت كنت رايح ليه؟ عادي بيتي، ما ده بيتي، أنا عايش هنا، ما ده بيتي اللي أنا عايش فيه. هو بيتك ولا بيتها؟ لا هو بيتنا، ده بيت الزوجية. والدها كان عنده حتة الأرض، كانت حتة بس صغيرة، تعالى نبني عليها شاليه صغير، فبنينا شاليه صغير، تعالى نشتري الأرض اللي جنبينا، فاشترينا الأرض اللي جنبينا. كل ده كان عمال بقى كله يزن عليا، طبعا المستشار محسن يقول لي يعني خلي بالك إن الأرض مش باسمك. راحت عامله لي عقد سنة 2017 59 سنة. حلو جدا، يعني بسلاسة عملته؟ السؤال المنطقي والغريب واللي محدش جاوب عليه لحد دلوقتي من الطرفين، ايه هي اسباب طلب علا غانم للخلع؟ والوضع حاليا بقى تقرير طبي بيثبت اصابة علا غانم قصاد تقرير طبي تاني بيثبت اصابة جوزها، وكل طرف منهم بيتهم التاني ان هو اللي تعدى عليه بالضرب بالشوم وبالبكاس وبالشلاليت. وانا اي حد بيشوفني في وشه ما باخدش في ايدهم غير ان حد يقوم ماسكني من الروب بتاعي ويلمه كده ويحدفني زي الكوره. او امي اتضربت بالشوم، فاهم؟ قدامي منه هو. كانوا 3، واحد بجلابيه كده راح شايلني وحادفني على الباب، فانا خدت الباب ووقعت. انا سمعت حاجات بتتكسر، مديحه جايه من بره ماسكه حديده في ايدها. طبعا انا شايف الحديده نازله عليا، عملت ايدي لفوق كده اللي هي ايدي دي اتفتحت هنا 6 سم، العظمه طلعت من مكانها. فهل البيت اللي عليه المشكلة ده يستحق إصابة الطرفين كل الإصابات دي، ولا الموضوع تحول لعند؟ وده كان أول خبر. نيجي بقى لتاني خبر وهو عن أصالة، واللي النهاردة أقامت حفلة في دبي، وده من بعد ما كل الفنانين لغوا حفلاتهم بسبب الزلزال والكوارث اللي تابعة للزلزال. من هنا بقى الناس انتقدوها وقالوا هو انت ازاي مش همك، وازاي مش عاملة حساب للكوارث اللي الناس بتمر بيها في أكتر من بلد. لكن الحقيقة ان أصالة من قبل طلوعها على المسرح نشرت بوست على صفحتها وقالت مش من عادتي اني اقول، لكن للاضطرار احكام، وزي ما بعمل في الازمات لاني منكم وواجب اللي بعمله، تبرعت ايضا باجري في حفلة دبي لمن هم احق مني فيه. ما عملتش الا واجبي تجاه اهلي واحبتي، ولو في اي حفلة كل يوم هعمل كده برضو لنعمر بيوت خربت وقلوب تعبت. وأثناء الحفلة كمان لسوريا غنت وقالت إنها اشتاقت لسوريا، وظهرت بفستان أسود كنوع من أنواع الحداد.